تاريخ الكرة، في تاريخ الإثارة، أحد أهم لقاءات نخبة الرياضة العالمية. بوكا جونيور بطل الدوري يواجه ريسينج كلاب بطل الكأس في النهائي لذلك هو محتاج اعداد مثلها، يعني لما يدخل هذه البطوله لا عنده اعداد لا عنده شيء، فتعتبر البطوله اعداد، وهذا حرام. يجب ان يكون الاعداد قبل البطوله، فلذلك بيكون هناك في تحسن بالنسبه للمنتخب، المواهب اللي موجوده، حرام انه يترك بهذه الطريقه. انا اسمحوا لي بس بركز على المباراه فنيا، وان شاء الله ان رسائلكم توصل سواء علاء ولا علي ولا نشأت. الان الى الشوط الثاني، الحارس في الشوط الاول الاحتياطي الثالث ابلى بالان حسنا، وحرام شل يعني سوى اللي يقدر عليه في نهايه المطاف، وهو اصلا جاي البطوله مش مهيئ اصلا، لا جسديا لا معنويا لا ذهنيا انه راح يلعب البطوله. حقيقه علي فضل نقول عنه بطل بغض النظر عن اي شيء، هو بطل. مو الحارس مو مهيئ، هو فريق اليمن غير مهيئ، عاد الحارس الثالث. فالمساله انا اشوفها طبيعي، انا تعاطفت مع الحارس حقيقه. هو ايضا حسب المسؤوليه انه غير قادر على انه يؤدي، طلب التبديل وهذا شيء ايجابي. يعني مبروك اولا لعمان ومبروك لليمن، مبروك لليمن على هذا الاداء والروح العاليه اللي احنا توقعناها. لاعبين شباب ممكن المستقبل القريب يكونون فريق جيد اذا توفرت الظروف. اليمنيين ادوا مباراه، حالتين اخطاوا فيها، استقبلوا هدف بالدقيقه الاولى بالشوط الاول، استقبلوا هدف بالدقيقه الاولى من الشوط الثاني. فالمساله كانت ايضا هذه تخص مدرب كيف ينزل بالشوط الاول، لعب مباراه بدنيه عاليه فيها كان ضغط كثير وفيها امطار والملعب والرون عالي وامور كثيره بالشوط الاول. كان المفروض بالشوط الثاني يغلق خاصه بالبدايه، بما انه الفريق العماني يبدا مهاجم، لو حافظ على هذا الشكل الدفاعي الجيد انا اعتقد ما كان يستقبل هدف، لانه الفريق العماني ما بادر كثير بعد ما سجل الهدف الثالث، خلص رجع وقدر انه يامن مناطقه دفاعيه، وكان قادر الفريق اليمني على انه يعادل النتيجه. لكن امكانيه الحارس العماني المخيني حقيقه انا توقعت انه يصد ضربه الجزاء. حارس جيد، والمعدن الحارس يظهر باللحظات الاخيره، هذا اللي حدث. فلذلك يعني حقيقه العمانيين يجب انه يشكرون، ولو هذا واجبه، لكن يشكرون حارس عمان على انه خلاهم بالبطوله، خلاهم بالوضع الطبيعي، وقدر انه يحصل لهم 3 نقاط. لان بشكل عام الفريق العماني ليس الاداء اللي متوقع منه، الفريق اللي هو مرشح، الفريق اللي هو يذهب بعيد. الفريق اليمني ادى مباراه كبيره. نور، انا في نقطه مرتبطه بحارس المرمى. ايضا توقيت نزول الحارس، يعني الحارس الثاني اصيب بالسلام الوطني ونزل الحارس فجاه، فانت تعرف التحضير لمثل هالمباريات مهم جدا على ادائه في الملعب. صحيح. وانا اعتقد انه ايضا كانت من العناصر اللي اثرت عليه، ولكن ممكن الحارس يكون عنده امكانيات. يعني شوف انا راح احكي لك يعني نفس بس الوطني ايش يعني قضيه، انا يمكن شعر وشد، انا ممكن راح اتكلم لك يعني خلينا نقول احساس حارس. في بعض الاوقات الحارس يحس بالخوف، واذا تغلب الخوف على حارس المرمى يتخاذل، ولما يتخاذل يعني يدمر فريقه بالكامل. فممكن انا ممكن اقول الحارس شعر يعني خلينا نقول بخوف، ولا ما يصير ينزل بالشوط الثاني يرجع يلعب، يعني هو يتبدل بالنشيد الوطني ويرجع يلعب بالشوط الثاني، وادى طبيعي وما شفنا اي شكوى من حارس المرمى. فاذا العمليه كان يجب انه يعني ننتبه لها. ممكن شعر بقلق او بخوف، يعني حاله ذهنيه فقط نفسيه. لما تكون اول دقيقه في المباراه يعني تغلط ويدخل فيك الهدف، يهتز الحارس كمان نفسيا. صعب. انا اتكلم عن الحارس اللي تبدل ونزل بالشوط الثاني. هذه مشكله تحمس البدايه. هي المباراه يمكن شهدت ما يعادل جوله كامله. في الجوله الاولى شهدت كل شيء، 5 أهداف، ضربتين جزاء. المجموعه الثانيه كلها 5 أهداف في مبارياتها. المجموعه الاولى هدفين، لو الركلتين تسجلوا 3 ضربات جزاء. لا اتكلم عن اللي ضاعوا ضربتين جزاء. يعني يعادل كل اهداف الجوله الاولى 5 زائد 2 الضائعات. لذلك منتخب ابارك المنتخب عمان النتيجه فقط، وابارك المنتخب اليمن الاداء. اليوم عمان اخذ المهم في
التاريخ ما راح يتذكرون ان اليمن قدم وعمان فازت. اليوم اليمن عمان لو تعثرت بهذا التعادل او الخساره كان ممكن نتودع البطوله. بالنسبه حق فريق اليمن كسب احترام الكل واعطى دروس حق كل فرق المجموعه ان لابد كل فريق يحسب حسابه في مواجهه الفرق الاخرى. جوله اولى كانت متميزه وجوله ثانيه اليوم يعني كان الفريق في مستوى افضل، فلذلك نقول لهم هارد لك، جزاكم الله خير على الظروف اللي تكلموا فيها الشباب، ومبروك المنتخب عمان. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا على اسمح لي. الان نفتح معكم ملف مباراه المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. محمد سوير المنتخب السعودي لو سمحت. تفضل ساعدنا، خالد الدكتور عصام وعبد الرحمن. اوكي خالد تفضل. نواف العقيدي حارس مرمى، مد الله العليان في الطرف الايمن، زياد الصحفي كقلب دفاع مع قاسم رجامي، احمد بن مسعود في الطرف اليسار يلعب محور ارتكاز اللي هو عوض الناشري ورياض شراحيلي. ايضا عمل تبديل كابتن سعد في الثلاثي اللي يلعب تحت راس الحربه رائد الغامدي اللي هو سعد الناصر حيكون في الطرف الايمن، مصعب الجوير حيكون اللاعب في الوسط خلف المهاجم، وايضا سميحان النابت حيكون في الطرف الايسر. 4-2-3-1 المنتخب السعودي حاول قدر المستطاع انه ينشط في المنتخب السعودي في الادوار الهجوميه بادخال سعد الناصر مكان تركي العمار. نشأت العراق بس. اليوم في 4 تغييرات في المنتخب العراقي، أجرى 4 تغييرات. في حراسة المرمى دخول أحمد باسل مكان جلال حسن، على اليمين آلاء فاضل مكان حسين عمار، مصطفى ناظم وعلي فائز في قلبي الدفاع، برغام اسماعيل على اليسار، حسين جبار، تبديل دخول حسن عبد الكريم في الطرف اليمين، أمير العماري ودخول محمد علي عبود في منتصف الملعب، دفع أمجد عطوان خلف المهاجمين وإبراهيم بايش على اليسار وأيمن حسين في المقدمة. السؤال ليش أمجد عطوان ما يلعب هالمركز؟ هو هذا السؤال. السؤال ليش أمجد عطوان يكون خلف المهاجمين؟ أمجد عطوان صاحب مجهود بدني، أدواره الدفاعية أكثر ما أنه أدواره الهجومية يمتاز فيها التسديد من مناطق البعيدة، لكنه من تخليه قريب على منطقة الجزاء ما أعتقد أنه بإمكان لاعب ارتكاز، ما أعتقد بإمكانه أنه يمتلك المهارة الفردية الكبيرة اللي ممكن يعمل لك اسيست او ممكن انه يعمل لك فد باص جميل او هذه. ما انا في وجهه نظري ما حسين علي ممكن مكاننا حسين علي تغير مكان دخول حسين جبار. اللاعب اللي ممكن يلعب مكان امجد، وامجد ورا يكون من امير المهاجم حسن عبد الكريم اللي هو اللي ملعبه طرف يسار. هذا واحد من افضل اللاعبين من المواهب القادمه في المستقبل ان شاء الله. راح تشوفوه لاعب يسراوي يمتاز بالمهاره وعنده الاسيست جميل جدا. بامكانه ممكن لا ما لعب. هذا حسين صح؟ لعب حسين علي بالمباراه ولا لعب حسين علي؟ عفوا نشأت. انا في اعتقادي المدرب يمكن متابع امجد عطوان واحنا متابعينه في الدوري القطري مع الشمال، لاعب محور، لكن بعد ذلك يعني اكثر من هدف سدد بالتسديد من خلف بدا يلعب تحت راس الحربه، مو تحت راس الحربه يعني كتمرس، لكن كاضافه انه هو عنده ميزه التسديد. ما اختلف فيك بالعكس، هذا صحيح يعني اطلقوا له مركز من الشمال. هذا المركز في كثير ناس في العراق تشكل على ايمن حسين، ايمن ما يسجل وايمن ما ايمن. انا في وجهه نظري ايمن في المباراه تجي 4 كرات هو مرتاح بها.